ايه رأيك في العملاء اللي بيروحوا شركات التسويق وبيطلبوا يعملوا لهم اعلانات؟ في الحقيقة أنا بيصعب عليا قوي العميل أو الكاستمر اللي جاي بيقول أنا عايزك تعمل لي إعلان، لأن هو مش فاهم إن فكرة إن عمل الإعلان ده كأنه بيقول خد فلوسي ارميها في الأرض أو ضيعها سدى بمعنى أصح. الإعلانات ما هي إلا أداة إحنا بنستخدمها علشان نطبق بيها علم الماركتينج، ولازم كل عميل يفهم الكلام ده بشكل كويس، لأن ده هيفرق معاه وهيفرق في اختياره للشركة اللي المفروض هتليد أو تدير قسم التسويق عنده بشكل كامل. الاعلانات ما هي الا اداه احنا بنستخدمها علشان نطبق بيها علم الماركتينج. علم الماركتينج لو حاجه بسيطه وسهله ما كانش هيبقى ليه جامعات ولا تخصصات ولا كتب بتتخطى عدد صفحاتها ل 600 صفحه ودراسه علم نفس والقصص دي كلها. الماركتينج عشان يتعامل صح ويليد عندك البيزنس بتاعك بشكل كامل ليه 4 جوانب. شركه التسويق او شركه الماركتينج لازم تدرسهم بشكل كويس جدا. اول حاجه الماركت اللي انت نازل فيه او السوق. تاني حاجة الكومباتيتورز او المنافسين اللي موجودين معاك في نفس المجال. تالت حاجة دراسة للشركة بتاعك انت داخليا وكل جزء فيها. رابع حاجة هو الباير بيرسونا او الكاستمر اللي انت المفروض هتوصل له. الاربع حاجات دول مرتبطين ببعض وعبارة عن خيوط متوصلة ببعض كده، لازم تعمل بشكل صحيح. بيخش فيهم حاجة اسمها 4 بيزز و 7 بيزز مختصة بالماركتينج، فلازم تندرس بشكل صح. لو شركة الماركتينج ما عملتش ده وجت عملت لك اعلان كده على طول، للاسف ممكن الاعلان تلاقي نفسك عمال بتصرف في الارض وتقول انا شركات التسويق مش بتحقق لي، انا انضحك عليا. احنا على مدار 6 سنين فاتت تقريبا انقذنا اكتر من شركه بسبب قصه العميل محتاج يعمل اعلانات ويروح للشركه. ما هو العميل مش فاهم او صاحب الشركه مش فاهم ان الماركتينج دي حاجه تقيله قوي، حاجه مهمه جدا، لان شركه الماركتينج ده هو اللي بيليد عنده الشركه. لو انت عندك احسن منتج في الدنيا ومؤسس احسن بيزنس في الدنيا، ولكن شركه الماركتينج مش فاهمه تخصصك ومش فاهمه انها تطلع البينيفيتس اللي موجوده في قلب البرودكت بتاعك ومميزات الشركه بشكل كامل، مش هتقدر توصل ده للكاستمر او العميل اللي هيشتري. ما العميل اللي هيشتري ده بني ادم زيه زيك، بيحس بيفكر بيشوف. فانت لو مش مديله الحاجه كشركه ماركتينج متفصله عليه تحديدا، هيشتري ازاي وهيشتري ليه اصلا؟ فانا دايما بقول للعميل انتقي الشركه اللي بتعمل لك ماركتينج قبل حته الديجيتال ماركتينج. الديجيتال انت بتضغط على زر معين يوصل للرساله التسويقيه او الطبخه الكامله اللي اتعملت في الخلفيه ورا الاول. في ماركت ريسيرش، في دراسات كتيره بتتعمل وبناء عليه المفروض حته الديجيتال بقى تبدا تظهر. يعني هو حته الاعلانات دي اخر قصه خالص. احنا الكلام ده بنعمله عندنا ونجحنا مع شركات كتير على مدار ال6 سنين. شركات منهم اللي كان عندها 4 منتجات فقط ووصلت دلوقتي ان عندها اكتر من 90 لاين لمنتجات مختلفه، وحجم مبيعاتها بتخطى 2.5 مليون شهريا، وعندهم دلوقتي تقريبا اكتر من 9 فروع. وشركات في السعوديه عملنا في خلال 6 شهور معاهم اكتر من 20 مليون ريال سعودي، بس كنا مقسين كل حاجه صح، حاطين البيز والاساس بشكل صح، وبعدين بدانا نشتغل على الشغل بتاع الديجيتال. الديجيتال صعب، صعب ومهم، ولكن قبله بيجي الماركتينج. فلازم صاحب الشركه او البيزنس اونر يفهم الكلام ده عشان ما يروحش للشركه تقول له انا هديك باقه، هديك مثلا عدد تصميمات معينه، هديك محتوى معين، هديك موشن جرافيك. انت اصلا البيزنس بتاعك مش محتاج ده، انت البيزنس بتاعك محتاج حاجه تانية. يعني مجال مثلا المطاعم يختلف عن مجال مثلا الاي كوميرس. الاي كوميرس بيعتمد على حاجات معينه او شغل معين، المطاعم بيعتمد على شغل تاني مختلف. الهوتيلز والمستشفيات والكلام ده شغل تالت. كل بيزنس وكل اندستري ليها نوعيه شغل معين في الماركتينج، ليها تاسيس تاني مختلف. شغل الاي كوميرس بيخش فيه مثلا حاجه اسمها التكنيكال ماركتينج. هل المطاعم بيخش فيه كده؟ لا طبعا. فلذلك انت كبزنس اونر انتقي الشركه اللي هيجيلك، ما تبصش اللي هم هيقدموا لك عدد تصميمات قد ايه، ما تبصش لفكره محتوى قد ايه، ما تبصش لفكره السعر بتاعهم والسعر بتاعنا والكلام ده كله. لا، شوف مين اللي هينجحك. لان انا جالي على مدار ال6 سنين ناس استنزفت ماليا حرفيا، والبيزنس بتاعها كان خلاص على محض ان هو يتمحى، وكان عندهم ضغوط بسبب شركات الماركتينج. يتعاقدوا 3 شهور وبعد 3 شهور احنا لسه شغالين في قصه البراند اويرنس. براند اويرنس ايه؟ انت البيزنس بتاعك محتاج كاش فلو بتاعه يبدا يتحرك، محتاج حركه المبيعات تبدا تتحرك، علشان البيزنس عباره عن قلب.
انت بتضخ له كده، الضخ ده هو الفلوس. طالما القلب بيضخ له فلوس البيزنس هيتحرك، مفيش ضخ للكلام ده البيزنس بتاعك هيقع. فانت عمال تدي لشركات الماركتنج فلوس او خدماتها، وعمال تصرف فلوس في الاعلانات بتطير سدى زي ما بيقولوا كده، وفي النهايه بتلاقي نفسك مفيش اي حاجه خالص. احنا عندنا في الشركه بنمشي بفكر تاني مختلف جدا. الفكر بتاعنا ان احنا نطبق الاول، نخش ندرس البيزنس بتاعك، ولو البيزنس بتاعك نفسه محتاج بعض التعديلات جوه الاوبريشن نفسها بنعمل الكلام ده. لان انا عندي تيم كامل، التيم الكامل ده بيخش يحلل كل جزء عندك في قلب البيزنس، من اول الحته بتاع الاوبريشن للحته بتاع السيلز للحته بتاع الباكجينج، كل حاجه تمام. بعد كده نبدا نشتغل الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج بشكل بسيط. دلوقتي يعني انا ممكن اسيب للناس الخدمات اللي احنا بنقدمها، واشرح لهم حتى الخدمات اللي احنا بنقدمها عامله ازاي، عشان يشوفوا الوضع عندنا مختلف عن الشركات التانيه ازاي. احنا مش بنقدم باقه، احنا بنشوف البيزنس بتاعك محتاج ايه تحديدا، وبنعمل له حاجه اسمها كاستمايزيشن، او حاجه مخصصه كده تكون لابسه على نوع البيزنس بتاعك، بحيث نقدر ان احنا نتحرك في اسرع وقت ممكن، ان احنا نليد البيزنس بتاعك، ونقدر نحرك او نطلع قماش كده زي ما بيقولوا في حركه المبيعات، وناخد ماركت شير بشكل محترم جدا في قلب السوق. فده اللي احنا بنقدمه، وده اللي احنا مختلفين بيه يعني كل شركات الماركتينج، وده اللي احنا نجحنا بيه على مدار 6 سنين مع كل الشركات، من اول الصغير للمتوسط للماركت ليدر اللي احنا كنا ماسكينه هنا في مصر وفي السعوديه، وحجم المبيعات المهوله اللي احنا كنا بنعملها مع الشركات دي. فدلوقتي ممكن اسيب للناس الخدمات بتاعنا وتتشرح بشكل كامل عشان يعرفوا ويفهموا ايه اللي احنا بنقدمه مختلف عن باقي الشركات التانية. Storming is your success partner, which will be your steroids for the growth of your business.